يلا نعمل مع بعض النهارده احلى بانيه مقرمش ولونه دهبي خطير. بجهز البانيه بيكون متقطع او مغسول او بنقطعه احنا. وطماطميه وبصله وتوم. بضرب المكونات دي في الكبه كويس. بعد كده بضيف المكونات دي على البانيه. بخلطهم كويس مع بعض. وبعد كده بضيف ملح وفلفل اسمر. وبهارات فراخ. وبنعملهم ميكس مع بعض كويس قوي. وبغطيهم وبحطهم في التلاجة شويه. بحطهم لا اما في التلاجة ساعتين. لو انا مستعجله عليه قوي. لا اما في الفريزر. مثلا ممكن تخزني فيه عادي. بعد كده عشان اعمل الخلطه بتاعته. بجيب بيضتين وعليهم نص كوبايه لبن. وحوالي نص كوبايه دقيق او كوبايه. لحد ما يبقى القوام بالشكل ده. يعني بتضيف الدقيق لحد ما يبقى كده. وملح. وشويه بهارات فراخ وبعد كده بنقلبهم كويس. وبتحط فيه البانيه بعد ما حطيناه في التتبيله الاولى. دي الكفر بتاعه قبل ما نحطه في البقسماط. ممكن تسيبيه فيه حوالي مثلا نص ساعه او كده. بيخلّيه طري أوي من جوّه. وبعد كده بنقوم يعني بنحطّه في الخلطة دي. وبعد كده نحطّه في البقسماط ونحاول إن إحنا نضغطه كويس أوي. نضغط عليه بإيدينا كويس أوي. وننزل في زيت يكون سُخن. بالشكل ده. وأول ما ياخد وِش. نقلبه على الوِش التاني. وبيطلع معاكِ بالشكل ده بيكون مقرمش جدًا. و وقشرته ماسكة عليه. بس وبألف هنا.